وكون الذهن هو الذي يدير المجتمع هو أمر ساطع بما لا يقبل الجدل، حتى أنه لا داعي لبرهنة أن التوجه نحو الاقتصاد الاجتماعي يحصل بالمعنى الذهني. علي التنويه ولو تكرارا إلى أن تاريخ السوسيولوجيا وسلسلة التاريخ يأتيان في صدارة الشروط الأولية للتقدم في علم المعنى. تكمن الميزة الناجعة الأخرى لهذا الأسلوب في دنوه أكثر من تفسير التاريخ بموجب سياقه الطبيعي. لا أنكر أهمية الفكر التأملي والتصوري، بل على النقيض، ولكي يكون هذا النمط الفكري ناجعا يجب إدراك التطورات التاريخية وتناولها حسب مجراها وتدفقها. فمهما سردت الأحداث أو كثرت التحليلات، فإن الشروع بالقول البنية التحتية تحدد التاريخ، أو قول العكس التاريخ عبارة عن أفعال الدولة وممارساتها، لن يذهب أبعد من تحريف التاريخ الحقيقي على صعيد علم المعنى. واضح للعيان أنه من غير الوارد شرح التاريخ وبالتالي المجتمع بهذا الأسلوب، فما يجري حينها هو الحديث عن الفيزيولوجيا الاجتماعية وليس التاريخ. فشرح كيفية تأثير المؤسسات الاجتماعية الأنسجة في الفيزيولوجيا على بعضها البعض، أو كيفية تحديدها لبعضها البعض، ليس شرحا للتاريخ، بل هو ظواهرية فظة للغاية. وللتمكن من الحديث عن تاريخ قيم ذي معنى، فإن مربط الفرس يكمن في معرفة كيفية تحقق قوة تدفق التاريخ في لحظة جريانه. فالتدوين أو التفسير الحقيقي للتاريخ يكمن في معرفة الإرادة والمعاني والأنشطة الذهنية المؤثرة في تلك اللحظة. فمثلما قد يكون ذلك حملة اقتصادية، فربما يكون ممارسة أو نشاطا دينيا أيضا. المهم هنا ليس السلاح، بل المهم هو لحظة الضغط على الزناد واليد الضاغطة عليه. قوموا بتحليل قيمة السلاح اقتصاديا وفنيا وسياسيا وعسكريا قدر ما تشاءون، فقد يكون لذلك قيمة من حيث تزيين الشرح وزخرفته. لكن لا أتمالك نفسي عن التكرار مرارا أنه عندما يقال بجريان التاريخ، فما يجب فهمه هو تشغيل السلاح دائما من قبل اليد القابضة على الزناد. قد يقال أنه ثمة حاجة لمهارة عظمى وللعمل الاقتصادي لأجل صنع السلاح، ربما، لكن أصحاب هذه المقاربة لا يفقهون شيئا عما يعبر عنه التاريخ. يجب عدم إغفال كون التاريخ سلاحا شغالا على الدوام. اليد الضاغطة على الزناد هي سلاح معبأ بالطلقات وشغال دوما، والقائمون بمسؤولية الإدارة الاستراتيجية في التاريخ هم أفضل من يعي ذلك. وسرد مثال من التاريخ قد يشرح الأمر بصورة أفضل. يقوم فالنتيانوس أحد أباطرة روما بعد تسنمه عرش الإمبراطورية بشهر واحد تقريبا، وبالتحديد في 28 من آذار سنة 364 ميلادي، يقوم بالمصادقة على إشراك أخيه فالينيز في الحكم كإمبراطور على الشرق برتبة أغسطس. لكن من انتخبوا أخاه أعربوا عن ندمهم بعد مدة قصيرة. أما فالنتيانوس فيرد عليهم قائلا: لقد خسرتم حق الاعتراض بمجرد انتخابكم إياه، مشيرا بذلك وبأفضل صورة إلى ما يعنيه التاريخ. ومن حيث الأسلوب فسأسرد أهمية هذا الشرح بالنسبة إلى معنى التاريخ الرأسمالي المعاصر في الفصل المعني بذلك. ولكي نقدم مساهمتنا في علم المعنى، علينا ألا نغض النظر عن مشكلة الأسلوب هذه للولوج في تاريخ المدنية. فبقدر ما تكمن قيمة أي تفسير في القدرة على شرح التاريخ، فهي أيضا تعني مدة التسخير التاريخي لخدمة الملتزمين بأحكامه والقادرين على الإمساك بزمام المبادرة في كل وقت، في حين أن التفسير التاريخي الحقيقي لأجل المتخبطين في تأدية دور ضحايا التاريخ يعني القدرة على تعبئتهم بالوعي وتسليحهم بالإرادة اللازمة للخلاص من دور الضحية وللوصول إلى قوة بعث حريتهم وأحيائها. أما إذا كان التفسير التاريخي والاجتماعي يحكم على الضحايا كل المسحوقين والمستغلين بالاستسلام والخنوع للمضحين بهم والذين يلهونهم بمزاعم قرب الخلاص، فمهما ادعى مفسروه أنهم علميون ومهما تحدثوا عن أنهم يصوغون التفسير باسم الضحايا، فإذا لم يكونوا ذوي نوايا ضامرة أو مضللين عن عمد، فهم إذن غافلون ويفسرون التاريخ كالأصنام الجوفاء.